يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البوكس أوفيس. أسبوعنا النهاردة يا جماعة مش أسبوع عادي، ده أسبوع الرعب اللي ملوش كبير. إحنا قدام ترتيب فيه العجب. معانا جوست فيس اللي قرر يخلص على الكل في أول أسبوع ليه، ومعانا كمان حالة موسيقية استثنائية دخلت السينمات علشان تكسر الأرقام بتقييم 9.4 حاجة كده ولا في الخيال. وفي المقابل أفلام تانية بميزانيات ضخمة زي كرايم 101 عمالة بتعافر ومش عارفة تلم قرش عدل. وعندنا زوتوبيا 2 بعد 14 أسبوع عرض بيودعنا خلاص. جهز قهوتك المظبوطة ويلا بينا نعرف الزتونة ونشوف مين اللي ركب القطر ومين اللي لبس في الحيط في قائمة التوب 10 لأفلام البوكس أوفيس للأسبوع ده. وفي المركز العاشر ومعانا الديناصور اللي كان رافض يخرج من القايمة بقاله شهور، زوتوبيا 2. الفيلم ده وصل لأسبوعه ال 14. أيوة يا جماعة، 14 أسبوع كاملين والفيلم ده بيعافر ومتمسك بمكانه. الفيلم لم الأسبوع ده حوالي 1,400,000 دولار، وده طبعا منطقي جدا بعد كل الفترة دي إنه ينزل لآخر القايمة. بس بصوا بقى على الرقم اللي يخليك تقف احتراما. إجمالي إيراداته وصلت لمليار و859 مليون دولار. يعني خلاص الفيلم قرب يقفل ال 2 مليار دولار ومفيش أي منافس يقدر يلمسه في تاريخ الأنيميشن. زوتوبيا 2 خلاص التانك فضي والفيلم حقق كل شيء ممكن يحققه، وتقييمه ال7.4 لسه زي ما هو. الأسبوع ده غالبا هو الأسبوع الأخير لزوتوبيا في القايمة قبل ما نودعه رسميا ونقول له شكرا على المتعة. وفي المركز التاسع معانا فيلم هاو تو ميك ا كيلينج. الفيلم ده داخل في أسبوعه التاني وبيحاول يثبت رجله في السباق، بس باين عليه لسه بيسخن. الفيلم متكلف 15 مليون دولار، ولحد دلوقتي في أسبوعه التاني قدر يجمع 1,562,000 دولار علشان يوصل إجمالي إيراداته ل 6,300,000 دولار تقريبا، وبتقييم 6.7. الجمهور شايف إن الفيلم معقول، بس الصراحة لسه محتاج دفعة قوية علشان يغطي تكاليفه، لأن المنافسة حواليه بقت صعبة جدا والناس بدأت تختار الأفلام اللي ليها صدى أقوى. يا ترى الفيلم هيقدر يشد حيله في الأسبوع الثالث ولا هيخرج من السباق بدري؟ وفي المركز الثامن معانا الفيلم اللي نقدر نسميه صخرة القايمة، فيلم سند هيلب. الفيلم ده يا جماعة بقاله 5 أسابيع كاملة والناس لسه بتطلب المساعدة وهي بتتفرج، رغم إنه فيلم رعب وغموض إلا إنه لسه بيعافر ولم الأسبوع ده 2,820,000 دولار. ركز بقى في الشطارة الإنتاجية. الفيلم متكلف 40 مليون دولار ودلوقتي إجمالي إيراداته وصلت ل 87,400,000 دولار. يعني حرفيا المنتج قاعد بيعد أرباح صافية وهو مطمن، والجمهور لسه متمسك بالفيلم ومديله تقييم 7.2، وده رقم محترم جدا لفيلم رعب مكمل معانا كل الفترة دي. سند هيلب لسه بخوف الكل وقادر يحافظ على مكانه وسط أفلام ميزانيتها ضعف ميزانيته مرتين، وده يوريك إن الخلطة لما بتبقى مظبوطة الفيلم بيعيش. وفي المركز السابع ومعانا الفيلم اللي بيعرف يلمس القلب بهدوء من غير دوشة الأكشن. معانا الجزء الثاني من فيلم I Can Only Imagine. الفيلم ده في أسبوعه التاني والجمهور لسه متمسك بيه ومقرر يكمل الرحلة، وده خلاه يحقق الأسبوع ده 3,135,000 دولار. لو بصيت على إجمالي الإيرادات هتلاقي الفيلم وصل ل 13,260,000 دولار، ومع إن ميزانية إنتاجه كانت 18 مليون بس، فالفيلم خلاص دق باب المنطقة الآمنة وقرب جدا يغطي تكاليفه ويبدأ يدخل في مرحلة الربح الصافي. التقييم بتاعه 7.5، وده رقم بيأكد إن الناس اللي حبت الجزء الأول شافت إن الجزء التاني كمان بيقدم وجبة دراما إنسانية تستاهل وقته. I Can Only Imagine 2 أثبت إن الأفلام الدرامية الهادية لما بتتقدم صح وبمشاعر صادقة بتعرف تعيش وسط زحمة الأكشن والرعب وتعمل أرقام محترمة جدا. وفي المركز السادس معانا فيلم كرايم 101. الفيلم ده بقاله 3 أسابيع بيحاول يثبت نفسه في القايمة، بس الصراحة الميزانية بتاعته بتحط عليه ضغط كبير. الفيلم متكلف 90 مليون دولار وده رقم مش قليل أبدا، والمتوقع منه كان أكتر بكتير من اللي بنشوفه دلوقتي. الأسبوع ده الفيلم قدر يجمع 3,421,000 دولار علشان يوصل إجمالي إيراداته ل 57,167,000 دولار.
الفيلم لسه قدامه مشوار طويل علشان يكسر حاجز الميزانية ويبدأ يربح، والتقييم اللي حصل عليه 7.1 بيخلينا نقول إن الفيلم جيد بس مش مبهر بشكل كافي علشان يخلي الناس تجري على السينمات وتملى القاعات. كرايم 101 دخل مرحلة حاسمة جدا، يا إما يشد حيله ويجذب جمهور أكبر، يا إما الميزانية الضخمة دي هتبقى عبء على نجاحه في القائمة. وفي المركز الخامس معانا فيلم إيبك إلفيس بريزلي إن كونسيرت. الفيلم ده مش مجرد فيلم وثائقي، ده رحلة زمنية، وفي أسبوع التاني الجمهور لسه مقبل عليه بقوة، وحقق الأسبوع ده 3 مليون و505 ألف دولار. بصوا بقى على الشطارة، الفيلم ميزانيته كانت 10 مليون دولار بس، ودلوقتي إجمالي إيراداته وصل ل 14 مليون و374 ألف دولار. يعني في أسبوعين بس الفيلم كسر حاجز التكلفة وبدأ يدخل في مرحلة الربح الصافي، وده إنجاز كبير جدا لفيلم وثائقي. والجمهور مديله تقييم جبار 8.5 وده بيأكد إن اللي دخل السينما ما كانش داخل يشوف فيلم، ده كان داخل يعيش حالة موسيقية استثنائية. الفيلم أثبت إن الكبار دايما ليهم جمهورهم، والنوستالجيا لما تتقدم بإنتاج محترم بتجيب فلوس كتير. وفي المركز الرابع معانا الخبطة الجديدة اللي نزلت زي العاصفة في أول أسبوع ليها، فيلم 21 بايلوتس. الفيلم في أول أسبوع ليه دخل 4 مليون و300 ألف دولار، وعلشان أكون صريح معاكم مفيش أي أرقام رسمية على الميزانية، بس لما تلاقي فيلم يكون افتتاحه في السينمات بالرقم ده في أول أسبوع أكيد المنتج بيفرك إيده من الفرحة. والأهم من الفلوس هو التقييم، الجمهور مدي للفيلم تقييم 9.4. يا جماعة الرقم ده في عالم التقييمات يعني خارج المنافسة، ومن المستحيلات إنك تلاقي فيلم واخد تقييم زي ده إلا لو كان فعلا بيقدم حاجة استثنائية. 21 بايلوتس أثبتوا إن القاعدة الجماهيرية لو وفية ممكن تخلي فيلم مجهول الميزانية يتفوق على أفلام ضخمة ويحجز مكانه في المربع الذهبي من أول لحظة. وفي المركز الثالث ومعانا فيلم وادرينج هايتس. الفيلم ده يا جماعة حالة غريبة جدا في البوكس أوفيس. الفيلم في الأسبوع ده لوحده لم 6 مليون و952 ألف دولار، ومع إن بقاله 3 أسابيع بس في السينمات إلا إن إجمالي إيراداته نطت ووصلت ل 192 مليون و45 ألف دولار. بصوا بقى على الزتونة هنا، الفيلم متكلف 80 مليون دولار، يعني حرفيا كسر حاجز الضعف وبدأ يدخل في مرحلة الأرباح الضخمة جدا، وقرب جدا يوصل لل 200 مليون دولار. العجيب بقى إنه رغم الأرقام دي الجمهور مديله تقييم 6.3، يعني تقييم يدوب ماشي الحال. وذرينج هايتس بيثبت لنا قاعدة ذهبية في هوليود، مش لازم الفيلم ياخد تقييم 9 علشان يكسر الدنيا. الرومانسية الخالصة وأجواء الدراما لما بتتقدم في الوقت الصح بتخلي الناس تسيب كل حاجة وتروح السينمات. والجمهور مش دايما بيدور على التحفة الفنية، أحيانا بيدور على الحالة، والفيلم ده عامل حالة بفلوس كتير. وفي المركز التاني ومعانا الفيلم اللي بيثبت إنه اسم على مسمى، جوت. الفيلم ده يا جماعة في أسبوعه التالت ومقرر إنه ما يسيبش الساحة لأي حد. تخيلوا في أسبوعه التالت والفيلم لسه قادر يجمع 12 مليون دولار لوحده في شباك التذاكر. بصوا بقى على الأرقام وافهموا ليه هو معجزة تانية. ميزانية الفيلم 80 مليون دولار، ودلوقتي إجمالي إيراداته عدى ال 130 مليون و484 ألف دولار. الفيلم ده حرفيا بيحقق المعادلة الصعبة، ميزانية متوسطة وأرباح ضخمة وجمهور لسه بيملى القاعات. التقييم بتاعه 6.9، تقييم متواضع شوية، بس خلينا نكون صريحين، الأرقام اللي بيعملها بتقول إنه محبوب جدا والناس داخلة تستمتع وتفصل من دوشة الحياة، مش داخلة تدور على أوسكار. جوت لسه ناطط في وش كل اللي حواليه وقاعد في المركز التاني وبيهدد المركز الأول بشكل مباشر. تفتكروا هيخطف الصدارة الأسبوع الجاي ولا هيتراجع في المراكز؟ وبكده نكون وصلنا للقمة، ومعانا الرعب اللي ما بيعرفش يرحم، سكريم 7. الفيلم ده نزل في أول أسبوع ليه زي تسونامي ومسح كل اللي قبله. الأرقام بتتكلم عن نفسها، في أول أسبوع عرض ليه قدر يحقق 64 مليون و100 ألف دولار. بصوا بقى يا جماعة على الزتونة الإنتاجية، الفيلم متكلف 45 مليون دولار، وفي أقل من 7 أيام الفيلم غطى تكاليفه وزيادة، ووصل إجمالي إيراداته ل 97 مليون و200 ألف دولار. يعني حرفيا المنتج قاعد بيعد الأرباح وهو لسه في أول أسبوع، وبالرغم من إن التقييم 6 من 10 إلا إن جمهور الرعب مش بيفرق معاه الكلام ده، هم داخلين
علشان يشوفوا الجوست فيس وهو بيخلص على ضحاياه، والنتيجة إن الفيلم اكتسح السينمات وبقى هو الرقم واحد اللي الكل بيحاول يلحقه. سكريم 7 أثبت إن سلاسل الرعب ليها وفاء جماهيري خيالي، وإنك مش محتاج فيلم واخد أوسكار علشان تكسر البوكس أوفيس. كل اللي محتاجه اسم كبير، خلطة رعب متجربة، وجمهور مستني أي إشارة علشان يدخل يصرخ في القاعات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا للأسبوع ده. يا جماعة، أسبوعنا كان مليان صدمات ومفاجآت، ما بين اكتساح سكريم 7 للقمة وظهور 21 بايلوتس اللي قلب الموازين وبداية النهاية لزوتوبيا 2. الأرقام دايما بتحكي قصة تانية خالص غير اللي بنشوفه في التريلرات. ودلوقتي جه دورك يا وحش، يا ريت تسيب لي رأيك في الكومنتات. تفتكر سكريم 7 هيكمل على العرش الأسبوع الجاي، ولا الأرقام دي كانت هوجة وهتبدأ تهدى؟ ومين أكتر فيلم في التوب 10 ناوي تدخل تشوفه في السينما؟ وما تنساش، لو عجبتك الحلقة وما تحبش يفوتك التوب 10 اللي جاي، انزل دلوقتي كسر زرار اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس. واشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي.